سلام جميعا. مرحبا بكم. معكم أنا اسمي سعد أمين نزار، وهذه قناتي خاصة بالرياضة، بكرة القدم، باللاعبين. نعم. آه، إن شاء الله سوف نتعرف على ماهية أو مفهوم أو ما هي الرياضة، أو سوف نختار يعني رياضة معينة ألا وهي اليوم خاصة بكرة القدم. كرة القدم هي الأداة الوحيدة المستخدمة في لعبة كرة القدم. وتحدد قوانين لعبة كرة القدم. الكرة مستخدمة في مباريات رسمية في نوع معين من كرة القدم موحد. يعني في كرة القدم يعني نستخدم الحجم، الوزن، المادة مصنعة منها. اكتشفت كرة القدم في بداية الأمر من ركل آه، آه، كرة أو قربة مصنوعة من جلود الحيوانات، ومع مرور الوقت تطورت كرة القدم إلى ما تبدو عليه اليوم، حيث كان الاكتشاف تشارلز جوديير طريقة تقوية المطاط أثر كبير في تصميم كرة القدم وتطورها في الزمن الماضي. وحاليا تقدم البحوث التكنولوجية والدراسة العلمية تحسين أداء كرة القدم وتطورها. وضعت أول مواصفات لكرة القدم في عام 1960 من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتكون من الجلد المتضخمة مع غطية جلدية لمساعدة في الحفاظ على الشكل الكروي لكرة القدم. شغل تاريخ تاريخ كرة القدم وفقا لمراجع تاريخية وأسطورية. يقال أن الركل بدأ من وقت مبكر جدا من الزمن بعد انتصاف الحروب، حيث يتم ركل الجماجم البشرية للأعداء. وفي الفترة من عام 255 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد لعبت لعبة تسمى تشو تسو في الصين، تعتمد على ركل الجلد، يعني مستخرج من الحيوانات بعد ربط القطبين بواسطة الخيط. وذكر بعض الطقوس المصريين القدام تشابه ركل كرة القدم، كما ذكر أن كلا من إغريق والرومان لعبوا ألعاب ذات طابع الحمل وركل المجسم شبه كروي. تذكر أساطير ما قبل القرن الوسطى وجود لعبة تعتمد على ركل جمجمة على طول الطريق، يمتد من أول قرية إلى ساحة القرية المجاورة، حكما بفعل ذلك بنجاح مناصب قيادية تسببت أعمال شاقة كبيرة. وقفت هذه اللعبة. في العصور الوسطى تم اتخاذ آه، قربة من الجلود الخنازير هيئة كيس في لعبة تلعب باستخدام الأيدي والأرجل للحفاظ على كيس قاربة للهواء والتنبؤ بسلوك الكرة عند الركل.